بالنسبة لبعضنا، التعامل مع البشر حاجة مجهدة أو محرجة أو مزعجة. بعيدا عن السبب في ده، في سبب كمان بيخلي التعامل أصعب، وهو إن الناس فعلا ما عندهاش ذوق. من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس يسعى ويحاول نشر السعادة. في يوم من الأيام حد عمل لنا كومنت: أتمنى تناقشي ليه بقى عادي إنك تبقى قليل ذوق وتربية. فكان لازم نتكلم عن الموضوع ده، عشان أخيرا حد عبرنا وقال لنا اتكلموا عن كذا في فيديو. قصدي عشان الموضوع مهم ومسكوت عنه. أصل لو فكرت فيها، ايه مصادر تعلم الأدب والأخلاق عندنا؟ المدارس، كان درس عربي في ابتدائي على منهج دين ما بيتفتحش أصلا. وبالنسبة للطلبة، المدرس اللي بيأدبك أو بيقولك اعمل كذا وما تعملش كده هو شخص بيقول كلام غلط كده كده طالما مش على هوا الطفل، وهناخده على قد عقله. الأفلام والميديا مشغولين في عرض مشكلة إدمان المخدرات في المدارس وخناقات الحارات الشعبية، لأنه إحنا بنصور الواقع. لو حد اتفرج على حاجة أقدم شوية أول الألفينات أو قبلها بشوية هيلاقي فرق شاسع. الأطفال عايشين في عالم غريب، بيقولوا لأهلهم حضرتك وحاجات غريبة كده. السوشيال ميديا برضو مشغولين بيشوفوا هل الست عادي تصرف على البيت ولا لأ، وكل يومين يطلع ترند ملهوش لازمة وناس ملهمش لازمة يطلعوا يعملوا كأنهم بينتقدوه. الأهل معرفش لو الأهالي بقوا أقل ثقافة ومهتمين بس بسعادة ورفاهة ودلع الأطفال قبل أي حاجة تانية. عامة النتيجة لده محدش جايب سيرة الأدب والذوق في هذا العالم، غير ان نسبة الفقر في البلد بتاعتي 30%. فالضغوط على المواطنين بتخلي مفيش رقي في التعامل، وممكن يكون ده اللي وصل ان الذوق بقى حاجة محدش بيجيب سيرتها. لان احنا برضو مش زي الدول اللي عاملين قانون لكل حاجة، زي سنغافورة منعين اللبان والاكل والسجاير في المواصلات والطرق. ف عملنا مقابلة للناس مش راقية. عشان ما عندهاش دين. وبصي الرقي ده يعني احنا اتعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الأخلاقيات الحلوة اتعلمناها من الرسول. فاللي اللي بيبقى مش راقي يبقى ده مش بيتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بس في تفاصيل مش موروده وارده في السيره. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انه حد الست اللي كانت في الميكروباص وانا رايحه شايله عيالها الاتنين وقاعده وجنبها اختها وشايله معاها شوال واخده كرسيين وواخدين من مساحتي الشخصيه ومخليه ابنها نايم مفروض ورجله ورايا. ده قله رقي، بس ده ايه علاقته يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحثنا على ان احنا نراعي الجار. يعني ما هو دي جيرة دي في الطريق، المفروض في حقوق الجار. والصاحب بالجنب ده وصية، القرآن كمان ذكرها. يعني الصاحب بالجنب اللي هو الطريق السفر لازم في حقوق معينة. بالجنب يعني ايه صاحب بالجنب؟ يعني انت في طريق وقاعد معاكي، ده صاحب في الجنب. مثلا واحد رايح يزور حد، المفروض الرسول علمنا ان عليه الصلاة والسلام ان احنا نستأذن قبل ما نروح، اهو ده رقي. ولما نروح وخبطنا 3 خبطات وما ردش نمشي حتى لو متأكدين ان هو موجود، برضو ده رقي. ولما ندخل عنده نقعد في مكان بحيث ما يبقاش جارح للبيت. اي تعدي على حقوق الاخرين ده قلة رقي. طب انا دلوقتي محمد بيشرب العصير من الجردل على طول، مش فاكره اسمه ايه، مش هقول شفشق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تشربوا من فم السقاء. ايه ده؟ طيب خلونا نتكلم عن افعال بنشوفها كل يوم وهي خاطئة. رقي في الشارع، الزعيق والكلام بصوت عالي في الشارع والمواصلات، لما حد عشوائي يتدخل في حياتك، التكشير. هي مش مشكلة، أنا آسفة، بس بتعصب من الناس المبوزة في الشارع والمواصلات ومدية انطباع أنا فيني اللي مكفيني.
وانا مش فاهمة ليه نسبة كبيرة مننا بيرمي الزبالة في الشارع عادي لأي حجج فاضية زي الشارع متبهدل كده كده او مفيش باسكت. عامة لو بتعمل كده فبطل عبط. كمان عدم رمي السلام، وكأن كل واحد عايش في فقاعته ومش عايش في نفس العالم. وأكيد الشتايم والكلام البذيء في العلن. الرقي وسط الناس، طبعا لازم تلقي السلام. ما ينفعش اتنين يتكلموا بصوت واطي وسايبين التالت. ما ينفعش يكون حد قاعد معاك وتقعد على الموبايل، والمفروض حتى تستأذنه قبل ما ترد على المكالمة. في كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير ابن المقفع بيقول: إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه، فإن استلابك الكلام خفة بك واستخفاف منك بالمسؤول والسائل. وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرجل واحد وعم بها جماعة من عنده، فلا تبادرن بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا تواثب بالكلام مواثبة. وعن النقاش بيقول: أخزن عقلك وكلامك إلى عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب، وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع. وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع وأحرص منك على أن تقول. والشافعي برضو كان بيقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، إن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الرقي في الأكل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لما بياكل حاجة مش عاجباه كان بيسيبها من غير ما يتكلم، وكان دايما بيقوم من الأكل قبل ما يشبع. وقال لنا في الأكل تلت للنفس وتلت للأكل وتلت للشرب. ما كانش بياكل وهو متكئ أو واقف، مع إن احنا ممكن نكون متعودنا إن احنا ناكل واحنا ماشيين أو نطلب أكل زي الإندومي بعد الدرس، بس لأ. وأمرنا كمان لو تعزمنا عند حد ما نشترطش أكل معين، ولو خيرنا نختار الأسهل. وعامة لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيلاقي حاجتين قدامه كان بيختار الأسهل. ولو انت عازم حد ما تقومش قبل ما يقوم. والموضوع يطول، بس اللي عايزة أقوله إن دي حاجة محتاجة اهتمام وتعليم فعلا. لو انت بتربي أولاد يعني بالله عليك خلي عندهم ذوق، ولو لأ التزم بالأدب والأخلاق عشان الناس سألتك في ده، وعشان تكون بتطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وها هنا للأسف الشديد جدا يكون الفيديو خلص. من يحلم بالوصول لقلوب جميع الناس هو من يعطي الطفل الإفادة. تخيل أن الكون لا طعم له أو لون، أو أن التلفزيون من غير سبيس تون.